يا ترى مين اللي بيشتري المنتجات الرقمية أو الكورسات الأونلاين وليه بيدفعوا آلافات عليها؟ اتفرج على الفيديو ده وانت هتعرف. كتير من الناس أول ما يسمعوا سيرة كورس أونلاين ب 10,000 جنيه أو ورشة تدريبية ب 200 دولار بيقولوا يعني إيه؟ هو أنا هدفع كل ده علشان أتفرج على شوية فيديوهات؟ ما كل حاجة موجودة على اليوتيوب أونلاين ببلاش. بس خليني هنا بقى أقول لك المفاجأة، الناس اللي بتشتري المنتجات الرقمية مش بيشتروا معلومة، الناس بتشتري توفير وقت، خبرة مرتبة، حل مباشر، وضمان نتيجة هيوصلوا لها بعد ما يخلصوا الكورس. طيب مين اللي بيشتري فعليا؟ واحد اللي بيشتغل ومش فاضي يدور، لأن وقته أغلى من إنه يضيعه في تجميع معلومات من 100 مصدر، فما عندوش مانع إنه يدفع عادي جدا علشان أنت تختصر له الطريق في 3 ساعات واضحة بدل ما يقعد 3 شهور يدور. اتنين، اللي عايز نتيجة مش معلومة. المعلومة ببلاش، لكن التطبيق بياخد طاقة وخبرة، علشان كده بيدور على حد يساعده إنه يمشيه خطوة بخطوة، مش مجرد يديله معلومتين ويسيبه يدور ويجرب لوحده. 3، اللي فاهم ومؤمن إن الاستثمار في النفس ما هو إلا أرباح. ناس عارفة إنهم لما يتعلموا صح هيكسبوا، فبيصرف عشان يتطور مش عشان يتسلى. 4، اللي جرب المجاني وفهم قيمته. في فئة بتشترك في أي كورس مجاني وما اتحركتش ولا اتغيرت، بس أول ما دفع 200 جنيه في كورس مدفوع مشي ورا الخطوات اللي لقاها في الكورس وطبقها لغاية ما وصل للنتيجة. عارف ليه؟ لأنه دفع فلوس، فعقله مستعد دلوقتي إنه يسمع بتركيز ويطبق بحرص. في دراسة من موقع سينكفيك بتقول أكتر من 65% من مشترك الكورسات الرقمية أو الكورسات الأونلاين بيقولوا إنهم في الأساس ما كانوش بيدوروا على المعلومة، لكن بيدوروا على منهج واضح وتطبيق وتجربة مختلفة. إزاي تستخدم ده لصالحك لو أنت بتبيع منتج رقمي أو كورسات أونلاين؟ واحد، ما تبيعش محتوى، بيع التحول اللي هيحصل للعميل بتاعك من ورا المحتوى اللي انت بتبيعه. حاول تفهم وتقول للناس انت هتوصل لايه بعد ما تخلص الكورس الاونلاين ده، مش مجرد انك انت هتتعلم شوية علم وخلاص. 2، وضح الوقت الكبير اللي انت هتوفره بالكورس بتاعك. الناس بتحب تسمع ان الكورس ده هيوفر عليك مدة كبيرة قوي من التدوير والتخبط والعشوائية. 3، احكي دايما عن اللي اشتركوا فعليا في الكورسات بتاعتك واستفادوا. الناس بتثق في الناس مش في الاعلانات. قول لي كده في الكومنتات بامانه، هل انت من النوع اللي بيشترك في كورسات اونلاين؟ ولو لا، يا ترى ايه اللي بيمنعك انك تشترك؟ هستنى ردك. السلام عليكم.